يلا نعمل طاجن لحمة بالبصل من أروع الوصفات الشهية على السفرة بالعزومات وخصوصا برمضان. يلا نشوف كيف خطواتها على السريع. يا جماعة اللحمة شوفوا خطيرة، بتدوب دوب، قديش بتجنن. شوفوا خطيرة بتجنن. أول خطوة هنا حبيباتي عنا قطع من اللحمة فيها نسبة من الدهون زي ما واضح قدامكم. رح نضيف التبهير ملح فلفل أسود 7 بهارات. بسم الله. رح نضيف عشان نعادل التست معلقة كبيرة من السكر عشان البصل كده يتكرمل معنا، معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار من الصويا صوص، وراح أقلب اللحم مع التبهير كتير كويس. وبعد ما بهرنا اللحم كتير كويس رح نضيف البصل الأبيض مقطع جوليان أو أنصاف زي ما واضح قدامكم، وراح أقلب اللحمة مع البصل. هي كمية البصل بتكون كبيرة شوي، يعني أنا هنا استخدمت 3 حبات من البصل كبار. هو البصل راح يدبل ويتكرمل معنا وكميته تقل كتير، يعني راح يقل الربع. بنضيف كده اللحمة مع البصل. طبعا مش رح نضيف ولا نقطة دهون علشان اوريدي اللحمة معنا فيها نسبة دهون. بسم الله. وراح نضيف نص كوب من الماء عشان يساعد عنا بالسوى، يعمل كده بخار لتسوية اللحم والبصل. وراح اغطي الطاجن واحطه بالفرن مقدار من ساعة ساعة الا ربع حسب نوع وجودة وحجم اللحم اللي راح تستخدموه. طبعا بنقدمها جنب رز بالشعرية او رز ابيض ولا اروع. شوفوا بسم الله ما شاء الله بتجنن قديش البصل مكرمل. شوفولي كيف البصل مكرمل وبيجنن خطير. طبعا جمال الرز بالشعرية المفلفل مع اللحمة مع البصل والصوص خطير ولا أروع. الصوص بقى وجمال الصوص مش راح أقولكوا على ريحة وجمال الصوص قد ما هو خطير. بتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها. تحياتي لكم كتير، باي.